بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. ان شاء الله النهارده هنعمل حبه تفريزات كده ينفعونا ان شاء الله طول الشهر او طول السنه او طول رمضان كمان. لو عايز تعملي الفكره دي لرمضان برده حلوه جدا. انا بعمل كده قبل رمضان بكام يوم، بعمل كل اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده عشان يبقى انا مرتاحه. عندي خزيني في الفريزر، عندي طماطمي، عندي بصلي، عندي كل حاجه. ببقى قاعده كده دماغي رايقه عشان نتفرغ طبعا للصلاه والصوم والعباده والحاجات الحلوه دي واللمه الحلوه كمان بتاعه رمضان. كل سنه وحضراتكم جميعا بالف خير. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. طلبوا مني حبايبي، قالوا لي عايزين قولوا معايا اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلوا على سيدنا النبي، حطوا لنا احلى لايك من ايديكم. عايزين صلصه المصانع. فانا طبعا الطماطم القمر بتاعتنا اللي وريتها لكم في الفيديو بتاع امبارح، خدت المستويه عملت بيها عصير. المستويه اهي عملت بيها عصير، والطماطم تاني ال2 كيلو اللي كنت جايباهم الناشفين خدت نصهم هعمل منهم صلصه المصانع، وعندت منهم نصهم كمان يعني ربعهم مش نصهم عشان ابقى واضحه كده وصريحه. خدت منهم حوالي ربعهم كده ركنتهم نعمل منهم سلطه او طماطم مخلله. خلاص حبايبي، كل حاجه على عينك يا تاجر قدام حضراتكم اهو. يعني انا بجيب الخضار وبفرز تاني يوم قدام حضراتكم كل اللي حضراتكم بتطلبوه مني اوامر وعلى راسي من فوق. دي هنعمل صلصه المصانع، ودي صلصه ان شاء الله المحشي اللي هي تسبيكه المحشي، ودي تسبيكه عاديه جدا اللي هي تنفع لاي طبيخ، اي طبيخ انت عايزاه. حتى لو هتعملي شويه مكرونه اللي هي بالصلصه هتاخدي تعملي من دي. خلاص حبايبي، انا طبعا قطعت شويه بصل حلوين. انا بحب البصل جدا جدا في الاكل، محدش يستغرب الكميه. البصل ده عايزه اقول لحضراتكم ان هو مضاد حيوي طبيعي. بدل ما يبقى الواحد لا قدر الله عيان ولا في حاجه ويروح يجيب مضاد حيوي، لا ده عندك يا ست الكل مضاد حيوي طبيعي اهو. الاتنين دول اهم اتنين عندي في الدنيا، البصل والثوم يا جماعه. عايزه اقول لحضراتكم بصوا انا بحبهم جدا جدا في الاكل، وبصوا لازم يخشوا في كل الاكلات عندي. خلاص الثوم لا غنى عنه، والبصل طبعا دول مضاد حيوي طبيعي. حتى الثوم الواحد بيصحى الصبح كده ياخد له فص ثوم على الريق كده مع شويه ميه كاني باخد برشامه، بينظف المعده وبينقيها وبيخلي كل حاجه. بصي بسم الله ما شاء الله، بصي عديش بقى، ما تعديش بعد ما تاخدي فص ثوم كده كل يوم الصبح. شوفي معدتك هتبقى عامله ازاي، وشوفي الروقان اللي في جسمك يبقى عامل ازاي. مش عايزين نكتر الكلام، وتعالوا بقى نخش على ايه، على الفيديو على طول. تعالوا نروح على البوتاجاز. انا بس عصرت دول علشان خاطر ايه ما تقولش على حضراتكم الفيديو. دي الطماطم المستويه اللي وريتها لحضراتكم امبارح في الفيديو. كنت جايبه منها الكيلو وربع ب10، الكيلو وربع من المستويه دي ب10، اما دي كنت جايباها ب20. خلاص حبايبي، دي متصفيه ودي لا. بتاع المحشي مش بصفيها، بتاع الطبيخ بصفيها. خلاص انا هنا عملت البصل زي ما قلت لحضراتكم، قطعت كام بصله حلوين وقرنين شطه كده طبعا. وكمان حاطه في الطماطم دي كان عندي قرنين حمر كده رحت ضرباهم معاهم عشان برضو ما شفتوش معايا الضرب. خلاص يلا تعالوا نروح على البوتاجاز ونشوف مع بعض هنقلي ازاي مع بعض الحاجات القمر دي، وعشان انا هاخد من دي اصلا هعمل منها المحشي النهارده. تعالوا بقى هنا بصوا اهي الطماطم اهي مغسوله غسله نظيفه جدا وما فيهاش اي ميه. انا مش حاطه لها اي ميه، هي لو نزل منها ميه يبقى ميتها هي اللي بتنزلها. خلاص هحطها كده على عين البوتاجاز، مش هعمل فيها اي حاجه خالص. انا بس كل اللي عملته ان انا قطعتها نصين كده زي ما حضراتكم شايفين. هغطي عليها وهسيبها مع نفسها تعيش لحد ما تستوي وارجع اوريها لحضراتكم. هنا بقى حطيت الحلتين دول، واحده هم على العينين عليهم اللهم صل على النبي النار مفتوحه عليهم. بس نجيب المعلقه وتعالوا بينا نحط البصل. انا طبعا بحط البصل الاول عشان انا بحب اشوح البصل. التخديعه بسم الله الرحمن الرحيم، لما باجي اعمل التخديعه يا جماعه ما بكترش فيها البصل قوي، المحشي بس هو اللي بكتر فيه البصل اهو. كفايه كده دول هنا. تعالوا بقى نحط الكميه دي كلها بسم الله ما شاء الله في هنا. بس طبعا الشطه مش هحطها دلوقتي، شويه كده سامعين التش دي ما شاء الله لا قوه الا بالله. هي البوتاجاز هنا اعلى من هنا، عليت بقى هنا شويه وهنا شويه اهو. هنكسر ما تحطيش الشطه دلوقتي، الشطه عايزه تنزل بس لا مش هننزلها دلوقتي لسه شويه. لما نشوح الاول البصل معانا كده اهو. نضرب كل البصل، اروح اركن بس شويه الشطه دول على جنب شوحي كده بقى البصل بتاعي يطلع الريحه بتاعته والصنانه بتاعته. بصي بيبقى ريحه الطبيخ بيبقى عسل اللهم بارك. انا من الناس اللي بحب احط البصل الاحمر على الابيض. خلاص زي ما حضراتكم شايفينه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى هنا نحط السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي اتشوحت كده ايه ما شاء الله، خدت تشويحه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي معلقه سمنه كده حلوه اهي. قولي بقى كده
بصي بقى، انا من النوع اللي ما بحطش سمنه كتير لما باجي اشوح الاكل، يعني البصله والترجيعه دي. بعمل ايه؟ بحط معلقه صغننه كده، ولما اجي استخدم بقى تاني ولا بطلع كيس الصلصه بحط ايه؟ معلقه تاني عشان تبقى حلوه كده معايا وجميله، عشان لما اجي اطلعها من الفريزر السمنه ما تلزقش في الكيس وتروح كلها في الكيس وتترمي. خلاص اهو. شوحي بقى كده زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل ايه دلوقتي؟ اقول لكم دلوقتي. انا بس بحط حته سمنه على الحته القمر دي، شويه زيت. دي بقى بحط لها السمنه وزيت. طبعا انا هاخد من دي النهارده هعمل منها المحشي. هعمل منها محشي النهارده للعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. المعلقه راحت فين؟ تعالي نيجي بقى كده واحط شويه زيت على دي. دي ما شاء الله بقى بتحب الزيت. انا بحب احط لدي زيت. خلاص تعالوا اوريكم انا بعمل ايه دلوقتي. تعالوا بقى هنا شويه ملح وهي شغاله كده، شويه ملح، وهنا كمان شويه ملح. طعمي كده البصله بتاعتك تخليها ريحتها حلوه وطعمها حلو. وايه تاني يا ام يوسف؟ حبه فلفل اسود كده حلوين بايديكي بقى، بالمعلقه، باي حاجه. خلينا كده ايه شغالين بايدينا. انا بحب اعمل كل حاجه بايديا. خلاص. نبخر بقى دي امتى؟ بس مش دلوقتي. هنحط فيها كمون وشويه توابل حلوين بس مش دلوقتي. تعالوا نحط شويه الشطه اللي كانوا مركونين على جنب. هنحط هنا حتتين صغيرين كده، والباقي هنا في المحشي بتوع المحشي. خلاص. والاثنين كلهم كده شغالين على النار. الثلاث صلصات بتوعتنا شغالين زي ما انتم شايفين كده معايا. الحاجه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهي. هفضل بقى معاها كده لحد ما تتحمر شويه. خلاص. وبعد كده ايه؟ هنزل عليها بالطماطم. انا مش هنزل بالطماطم الا لما ترجعوا لي ان شاء الله، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو، عشان ما بحبش امنتج الفيديوهات. انا بحب اخليكم كده قاعدين معايا كانكم قاعدين معايا في المطبخ كده اهو. هنحط بقى هنا شويه زيت. مش هتشرهم بالطماطم الا لما نرجع مع بعض. شويه زيت تومين عادي جدا اهو. شويه زيت تومين اهو. بسم الله بسم الله. انا بحب الزيت في المحشي، بحبه جدا. بيدي تطعيمه رائعه، غير كمان بيخلي المحشيه كده بتلمع وما شاء الله بتبقى عسل اهي. هسيبه بقى يتحمر شويه وبعد كده ارجع لحضراتكم. ده شغال اهو على عين البوتاجاز اهو. اغطيه دلوقتي علشان تلحق بسرعه تتسبك مع اخواتها. استنونا بقى نرجع مع بعض نطش الطماطم. بصوا بقى حبايبي، دي احمرت خالص اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل عليها كده على طول بعصير الطماطم المعصور. انزلي كل حاجتك كده اللي هي ايه اللي انت عصراها، ما تسيبيش اي حاجه. انا بصوا بقى دلوقتي انا واقفه بقرا كومنتاتكم وانا واقفه بشتغل كده حبايبي. ما شاء الله ما شاء الله. الناس بتقول لي الاسعار دي مش موجوده. لا والله يا حبايبي، الاسعار دي عندي فعلا في سوق بلبل بني سويف. الناس اللي من بني سويف هتعرف فعلا ان انا بقول كلام صدق وكلامي صح. ماما عزه حبيبتي، انتي طبعا من بني سويف. لو نزلتي جربتي نزلتي كده سوق بلبل هتتفرجي ما شاء الله ما شاء الله على الاسعار هناك. تحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لحضراتكم معظم حبايبنا الفلاحين بيبقوا جايين من الغيطان بحاجتهم كده طالعين بيها ما شاء الله. ايه بقى حاجتهم بتبقى رخيصه وطازه. فانا لسه والله واقفه دلوقتي وشايفه الكومنتات ما شاء الله. انا حتى قفلت التليفون لو خدتوا بال حضراتكم كنت بقرا الكومنتات بتاع حضراتكم. شكرا لكل الناس حبايبي اللي قالوا لي كلام جميل، وبرده والناس اللي بتشكك برده في ان الفيديوهات مش حديثه. في ناس برده بتقول الفيديو مش حديث. لا، الفيديو جديد. انا لا يمكن انزل فيديو اسمه ايه ده، اللهم صل على النبي، حاجات السوق وما يكونش حديث. لازم ينزل، لان انا طبعا هنزله قديم على اساس ايه، وممكن تكون الحاجات اللي هتنزل مش موجوده اصلا في السوق. يعني مش عايزه اضحك على حضراتكم. تعالوا شوفوا بقى الصلصه اللي انا عاملاها اهي. دي الصلصه بتاع المصانع اللي حبايبي شافوها وقالوا لي اعملي لنا منها اهي. دي عندي في الفريزر باخد منها كده. هحط منها على المحشي معلقه. شايفين كانها والله بجد من بتاعه المصانع اهي. حلوه جدا ما شاء الله. هحمصها بس كده مع البصلايه الحلوه دي. وبعد كده ايه انا بحمصها في جنب واحد اهو. شايفين اهو، عشان لسه هنزل بالثوم. لسه ما نزلتش بحته الثومه بتاعتي الحلوه. خلاص هركن بس دي كده واجيب معلقه للثوم. لازم المعلقه بتاع الثوم تكون ناشفه تماما. اوعي تحطي معلقه في الثوم تكون مبلوله. خلاص اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الثوم بتاعي قمر ازاي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل الجنب ده كده فيه ثوم
وهنزل عليه بشويه بهارات حلوين من اللي انا عاملاهم كان في الفيديو القديم. في القناه القديمه اهو، شايفين؟ هحط عليها شويه كده. دي بهارات اللي انا بعملها بايدي انا في البيت، ما بشتريش من بره بهارات. وهجيب كمان معلقه بابريكا كده مدخنه صغننه حلوه كده واحط عليها. بصوا بقى اعملوا الخلطه بتاعتي دي، هتاكلي احلى محشي، احلى محشي بامرك انت يا رب هتاكليه. يعني الناحيه دي بتتحمص مع نفسها، والناحيه دي اهو التوم. وهننزل دلوقتي بكل الطماطم. خلاص حبايبي، هو مش واضح ولا ايه؟ استنى اوضح لكم شويه الصوره اهو. شايفين بقى حبايبي؟ خلاص هلم كله بقى على بعض، الثوم على الصلصه على البصل على كله. شايفين كده اهو؟ شايفين الخلطه دي بقت شكلها عامل ازاي؟ بالله عليكي شوفي الخلطه تحفه ازاي. اللهم بارك، تحفه ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب ما شاء الله. بصي بقى انتهزي فرصه ان انت واقفه قدام البوتاجاز ما بتعمليش حاجه، واقفه مستنيه الصلصه بتاعتك تتسبك. تعملي ايه بقى؟ هتقولي اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله كتير كتير كتير، هتحولاكي كتير، هتسبحي كتير. بصي الفتره دي خديها حولقه وتسبيح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. نزلي الصلصه بتاعتك القمر كده بتاع المحشي، ونزلي كل اللي في الطبق. الفتافيت الحلوه دي بصي دي بركه الطبق اهي، مش بخل، لا دي فتافيت البركه بتاع الطبق. خلاص هقلب تقليبه حلوه كده، وهعمل ايه؟ نسيتوا تحطوا حاجه حلوه مهمه اوعي تنسيها، بس ما نقلب تقليبه كده عشان كل اللي تحت يطلع فوق. هقول لك ايه احنا ما حطيناش ايه وهنزيد نحط ايه. هنحط ايه بقى اللي هيعادل الطعم بتاعنا؟ ايه بقى هو؟ تعالوا نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي شويه سكر كده حلوين عشان تعادل طعم الحموضه طبعا. اهي ده هنحط هنا شويه طبعا، يعني هنا حطينا معلقه كبيره وهنا نص معلقه صغيره، معلقه من دي، معلقه الشاي، معلقه على بعضها هنا، وهنا حطيت نص معلقه بس. خلاص عشان دي هتعمل لي مثلا طبختين على حسب ما نشوف بقى، ربنا ييسر هتطلع لنا كده طبختين ولا 3 ان شاء الله. ودي هعمل منها برده طبختين، واحد النهارده اعمل منها محشي واشيل منها كيس ليوم تاني اللي هي دي. خلاص هبدا اعمل بقى، هقلب تقليبه حلوه لدي ولدي، وبعد كده اغطي عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. تقليبه حلوه كده وهسيبها بقى تعيش وتتسبك مع نفسها. تعالوا اوريكم دي قبل ما نطلع احنا مش في التلفزيون يا بنتي يا ونيوز، بس انا اجيب الماسك عشان هي سخنه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ ايه رايكم؟ تبارك الرحمن الله اكبر. هسيبها بقى لما انا ما حطيتلهاش ميه، هي مع نفسها كده جابت ميتها، فيها تفضل تاخد وتدي مع نفسها، ونقلل الميه منها شويه تكون استوت. وبعد ما تستوي ان شاء الله ارجع اوريها لحضراتكم هنعملها ازاي. استنونا بقى ونروح نقعد شويه في الهواء، لان انا خلاص اتفحمت في المطبخ. اسيب دول يتسبكوا ونرجع لحضراتكم لما يبردوا اوريها لكم انا بخزنهم ازاي في الفريزر. بصوا بقى حبايبي، رجعنا بعد بسم الله ما شاء الله ما خلصنا كل الحاجات اهي. دي خلاص اتخدعت، دي هنا دي اول واحده اتخدعت عشان دول كانوا شويه صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بسم الله ما شاء الله اتخدعت اهي. دي تعمل لنا بقى طبختين 3 هنشوف على حسب كل واحده، على حسب عدد الاسره بتاعتها هتعرف تحط هي عايزه شويه طماطم قد ايه اللي تعمل بيهم الطبخه بتاعتها. خلاص انا هسيبها تبرد خالص خالص خالص، ما يبقاش معاها، بصوا ما فيهاش ولا نقطه بخار. عشان ايه؟ علشان ما ينفعش احط الحاجه سخنه في الكيس خالص، مضره، مش عشان التصوير تضر بيتك وعيالك. خلاص انا بسيب حاجتي تبرد خالص وارجع بعد كده اعبي حاجتي في الاكياس تكون بردت. انا مش بحب عشان حاجه اضر حاجه تانية، وبالذات ولادي اهم حاجه عندي في الدنيا. ربنا يحفظ اولادنا جميعا. تعالوا بقى بصوا على دي، بس انا اجيب بس معلقه نظيفه عشان دي بتاعه التسبيك. بصوا بقى يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. هي دي لسه سخنه برده اهي، شايفين الجمال بتاعها؟ هي شويه الميه دول اللي هنضرب بيهم الطماطم دي. شايفين قلت ازاي؟ دي كده خلاص بسم الله ما شاء الله استوت. اوعي تسيبيها لما الميه تنشف منها، اوعي تسيب الطماطم بتاعت الصلصه دي اللي هنعملها صلصه المصانع لما الميه دي تنشف منها. لازم يبقى في شويه زي كده عشان هما دول اللي هنضرب بيهم. هنضربهم ضربه حلوه بس لازم تبرد عشان ما تبوظيش الخلاط. كل حاجه سيبيها تبرد وبعد كده ارجعي كملي كل حاجه. خلاص حبايبي، هنا تعالوا بقى اوريكم اللهم صل على النبي اسمها ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمك ايه؟ نسيت اسمك، بتاعت المحشي. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين صلاه النبي سردت كل الصلصه السمنه بتاعتها اهي. شايفين اهي الماده الدهنيه كلها بقت على الوش اهي. شايفين كده بقى بتقول لي خلاص انا استويت خالص. انا هعمل ايه؟ هاخد منها شويه اركنهم اللي انا هعملهم
في التفريز، وشويه الباقيين هخليهم للمحشي اللي انا هعمله دلوقتي. هقلب كله كده في قلب بعض، وهاخد شويه اشيلهم عشان التفريز، قيمه مثلا كده طبخه ثانيه للمحشي تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. استنوا بقى انا اطفي عليها عشان هي عماله تخانق احسن تضرب في وشي دلوقتي، وبعد كده برجع اشغل عليها تاني لما اجي اعمل اللهم صل على النبي المحشي. دلوقتي انا هعمل معاكم المحشي عامه. خلاص انا هعمل محشي فلفل وبتنجان. خدي كده شويه من الصلصه على شويه من الماده الدهنيه كده اهي. يا سلام بقى لو عندك دهنه حلوه كده وعيالك بيحبوا ياكلوا عادي الدهن، خبيها كده لو ما بيحبوهاش يعني، زي حالاتي كده وكده يعني، خبوها يعني في وسط الحاجات كده عشان العيال ما يشوفوهاش. خلاص. لكن انا الحمد لله انا بعمل الصلصه الدهن سمنه، هعمل لكم احلى سمنه بلدي مرمله من الدهن. اصبروا بس عليا شويه لحسن اليومين دول الحمد لله يا رب، الحمد لله الواحد مش قادر يقف يعني. ادعوا لنا بالشفاء، ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب اللهم امين. خدت دول اهو، هعمل منهم طبخه ثانيه. خلاص. ودي هحط دلوقتي عليها الرز والخضره بتاعتهم، هغسلهم ونخليهم زي الفل. تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم نشغل عليها النار تاني. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انزلي بقى كده بالرز بتاعك المغسول. كل الرز كده انا غسلاه طبعا، غسله حلوه. ده الرز البلدي بتاعنا يا حبايبي ما شاء الله عليه تبارك الرحمن عسل. شوفي بقى لو انت بتحييها بقى براحتك، الحياده بتاعك انت بقى. بتحبي تحطي مرقه حطي، مش بتحبي خلاص ما تحطيش، بس حاولي تقللي من المرقه يعني. خلاص. همسك كده كل، لازم ادخل الرز كله كده في قلب الطماطم، في قلب التسبيكه بتاعتي القمر دي. انا بقى بعمل ايه؟ لو انا لقيت الطماطم بتاعتي مش احسن حاجه ولونها مش عاجبني، بعد ما اقلب كويس كده باجي عامله ايه؟ بحط معلقه بابريكا تاني. بس هي ما شاء الله يعني اللون حلو مش وحش اهي. شايفين تبارك الرحمن الرز عامل ازاي؟ الله اكبر عسل اهي. هو لسه كده الرز بتتشرب. الخضره بتاعتنا بقى خلاص كده اهي، هنزل عليها علشان تطلع برده ريحتها وكله يخش في قلب بعض. مغسوله طبعا، بس بغسلها وهي عداد. خدي بالك تغسليها وهي مقطعه كده مقصقصه كده، اغسليها وهي عداد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبي بقى كده، هي انا لسه فاتحه قلب بوتاجاز ما طفتش خالص يعني. خلاص. افضل اقلب كده لحد ما ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كله يخشوا في قلب بعض. بس ما تسيبهاش تستوي، دخليهم في قلب بعض حلو كده. وبعد كده شوفي بقى الملح بتاعها وحياها كده، ولو عايزه شويه زيت تاني حطي لها، مش عايزه خلاص. هي بسم الله ما شاء الله هي معايا مش محتاجه اي حاجه. اللهم بارك، شكلها حلو شايفين لونها احمر جدا اللهم بارك وزي الفل. خلاص انا هسيبها بقى تبرد، انا كده مش هعمل فيها اي حاجه تاني. خلاص كفايه عليها كده. هطفي عليها البوتاجاز واسيبها تستهدى شويه كده، بنديها كده وتبرد بسرعه عشان نعمل الاكل للعيال. خلاص. انا ممكن حتى انقلها في صينيه واسعه شويه عشان تلحق تبرد. خلاص حبايبي كده بقى هسيب كل حاجه تبرد وهرجع لحضراتكم تاني بعد ما كله ده يبرد ونعبيه مع بعض ان شاء الله، واوريكم ازاي بعمل الصلصه بتاع البرطمانات اللي بتجيبيها من بره غاليه جدا، وهي اصلا مفيش ارخص منها في الكون. استنوني حبايبي. تعالوا بقى بعد ما خلصنا المحشي واتغدينا وخلصنا، تعالوا بقى نكمل باقي الفيديو بتاعنا الجميل. جايبين بقى الخلاط اهو. الخلاط ما فيهوش اي ميه، انا هعمل بالميه اللي هي كانت نازله من الطماطم بتاعتي اهي. شايفين دي الميه بتاعتي اهي اللي بتاعت الطماطم نفسها. اوعي ترميها خساره. بشوفت ناس كتير قوي بتقول لك لا ارميها وخلي الطماطم بس. طب ما هي دي الفايده اصلا كلها بتاعت الطماطم. خلاص. فخساره يعني ترمي الميه دي، هي اللي طبعا اللي هتنشي معاكي الخلاط، وهي اللي هتضرب معاكي الطماطم دي وتخليها ناعمه جدا 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 زي البرطمانات واحسن كمان. تعالي بقى هقول لك انا هعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا لازم انزل الكميه بتاعتي كده هنا في الخلاط واضربها ضربه. بصوا ضربه مبرحه، ضربه جامده جدا جدا. بصي اضربي فيها لحد ما تلاقيها يمكن القشر ده يختلط يبقى مش باين له اصلا وجود. ده انا هوري لحضراتكم دلوقتي. بصوا هنزله كله كده، وهي الحله اللي انا عامله فيها الطماطم دي اهي، هي هرجع تاني اعيد فيها
الطماطم اللي انا يعني هكمل فيها باقي الطماطم، باقي الصلصه بتاعتي يعني. نزلي بقى كل الطماطم بتاعتك كده. خلاص الطماطم اليومين دول ما شاء الله رخصت، مش زي الاول خالص، ما شاء الله عليها رخصت جدا، مش زي الاول كانت ب 40 وب 50 وب 60. دلوقتي صلاه النبي عليها. انا جايبه المستويه كيلو ربع ب 10، والناشفه الحلوه الجامده اللي تعملي منها السلطه دي اللهم صل على النبي بكام يا بنت ام يوسف؟ ب 20. قلت لحضراتكم اهي، شايفين بقى اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هضرب كده ضربه قويه، يلا بسم الله. شايفين هنا اتضربت ضربه كويسه جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، شايفين تبارك الرحمن. شايفه الجمال، شوفي بقت عامله ازاي، اللهم بارك، شكلها تحفه. انا لا بحط لها بنجر ولا قولوا معايا ولا بابريكا ولا القرون الحمراء الكوب دي ولا اي حاجه. خلاص انا هنا كده همسكها هصفيها تصفيه حلوه بمصفى ضيقه، صفيها كويس جدا بالمصفى الضيقه. انا هدور على المصفى اصفيهم وارجع لكم بقى وانا اوديها على الحله على طول على البوتاجاز. لقينا المصفى الحمد لله كانت محطوطه على الحوض، كنت عامله فيها من شويه حاجات ف بسم الله الرحمن الرحيم. انزلي كده بالمصفى بالخليط بتاعك في المصفى الضيقه، صفي كله ده. اوعي تقولي لا ما هي ما فيهاش حاجه، لا انا هعملها كده، لا شايفه كلها بذر. استني هوريها لك، هنزل بس شويه كده اهي، شايفه كلها بذر. شايفه البذر عامل ازاي؟ لا احنا مش عايزين البذر ده يبقى كده باين، لان احنا عايزين الطماطم بتاعتنا تبقى بيوري جدا، وتبقى بصي حاجه كده ما شاء الله يعني زيها زي اللي بتجيبيها بل احسن 100,000 مره. هصفي بقى كل الحاجات بتاعتنا القمر دي كده اهو، نازل. شايفين؟ انا هوريكم بقى الجمال بتاعه، بس بعد ما اصفيها كلها اصفيها كويس وهوريكي القشر اللي هيطلع منها والبذور. انت فعلا هتقولي انا لازم اصفيها، لا يمكن اعمل الطماطم اللي هي الصلصه بتاعتي بالطريقه دي. صلصه المصانع عايزاها تطلع زي اللي بتجيبيها من بره واحسن، اعمليها زي ما بعملها انا كده. شايفين؟ استنى هفرجك، اوعي تمشي، اصبري، انا مش هفصل دلوقتي الكاميرا، انا هوريكي البذر الاول وبعد كده هكمل انا مع نفسي الباقي ده. صفي بس كل البذر ده كويس كده وتعالي هوريكي المنظر اللي ده. بصي مش هينفع خالص لو هتعملي الصلصه. شايفه المنظر ده عامل ازاي؟ اوعي تغلطي وتعملي الصلصه بالبذر ده، اوعي، مش هتبقى ناجحه خالص. هكمل انا بقى تصفيه الصلصه كده وارجع لحضراتكم. بصوا حبايبي خلاص اهي، شايفين بقت حلوه ازاي ما شاء الله تبارك الرحمن، الله اكبر عليها، عسل ما شاء الله. الحله اهي اللي انا كنت عامله فيها مسويه فيها الطماطم، ما فيهاش اي حاجه خالص، هي اهي بتاع الطماطم اهي دوب، ما غسلتهاش والله حتى. انا مش هعمل، بصوا ما بغسلش، استنى بس شكلت كده العين البوتاجاز انطفت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله. اشتغلت الحمد لله، كانت فعلا مطفيه. بصوا بقى يا حبايبي، هنحط كام معلقه سكر؟ 5 معالق سكر كبار. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 اهو. مش هنحط اي حاجه، انا عايزاهم يتكرملوا. اوعي تحطي في الصلصه دي بطاطس ولا بابريكا ولا فلفل احمر ولا تحطي بنجر، انا عايزاها طماطم بس يا جماعه، طماطم بس هتديكي النتيجه فوق الممتاز. بعد ما تتكرمل بس شويه السكر الامارات دول اهو، حركيهم الاول كده بايديكي شويه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، حركيهم كده، خليهم كده يتمكنوا من الحله كلها من تحت. انا عاملاهم في حله ليه؟ اصل هي بتبقبق، بتفضل تبقبق كتير عشان ما تبهدلش الدنيا عندي. وهغطيها كمان بس تتكرمل معايا كده. اول ما تتكرمل هاجي نازله بالطماطم دي ان شاء الله، واحط معاها حوالي ذره ملح، بصي ما تسكرش ذره عشان بس تعادل الطعم. برده احنا بنعادل الطعم في الصلصه الطبيعيه العاديه بشويه سكر، احنا بقى عايزين نعدلها هنا بشويه ملح صغننين جدا عشان تديكي النتيجه المطلوبه. خلاص حبايبي اهو، تعالوا اوريكم بس دي، اللهم بارك عليها. شايفه كده حاجه الله اكبر عليها، والله ما حاطه فيها اي اضافات اقسم بالله. شايفين؟ كله كان من على عينك يا تاجر من اول الفيديو معاكم، كله معاكم. ما ضربتهاش حتى ببق ميه من الخارجي، بالميه بتاعتها منها فيها. حتى الشفشق نضفته كويس جدا بس ما حطيتش فيه ولا بق ميه. نضفيه كويس معاكي بالايه؟ بالمعلقه السيليكون، هتطلع كل اللي في الشفشق بتاع الخلاط. خلاص اهي ما شاء الله بدات اهي تتكرمل اهي، شايفين اهي. مجرد بس ما تدي بس اللون الكرمله الحلو بتاعها ده، بعد كده مش هطفي بقى، بعد كده هطفيها هي بالطماطم دي. خلاص نحط عليها ذره الملح ان شاء الله
انا بس ايه مش عايزه اطول الفيديو عليكم، انا هسيبها بس لحد ما تتكرمل وارجع لحضراتكم تاني. شايفين الجمال اهي، هو ده اللون اللي انا عايزاه، اللون ده صلاه النبي عليه حلو قوي. شايفين الجمال؟ نبعد بس التليفون كده احسن يضرب من في وشنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شايفه الجمال؟ شايفه الحلاوه؟ اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله اهو. شايفه الجمال اهو، هو اللي انا عايزاه ده، عايزه اللون ده، هو ده اللي هيديكي التطعيمه اللي بتجيبيها من صلصات البره، الصلصات بتاع البرطمانات. شايفه تقلت ازاي؟ اول ما تتقل كده ما تخافيش، اوعي تخافي وتقولي لا ده قفشت مش هجرأ مش هتفك، لا هتفك، دي هتفك وبتتسبك وهتبقى 100 فل و10. شايفه المنظر ده اهو؟ اوعي تخافي، كله ده هيفك بعد ما يرجع تاني، اول ما يسخن تاني كله ده هيفك. انزل بس ده، اجيب المعلقه السيليكون وانزل الحاجات المهمه دي. اهم حاجه عندي هم شويه دول، اوعي تسيبيهم، هاتيهم وحطيهم في الحله بتاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. المعلقه السيليكون دي اختراع، الراجل اللي اخترع المعلقه دي الله يبارك له. شوفوا بتغسلها، مش محتاجه تتغسل. لا شايفين الجمال؟ بتنضف كل اللي في الحله اهو. العيال عندي مسمينها النكاح. لما باجي اعمل الكيك، انتوا عارفين بقى زي بتوع زمان العيال بيحبوا ايه؟ بيحبوا ياكلوا الحاجات اللي بتبقى في الكيكه دي، فانا بمسك بالمعلقه السيليكون دي امسح الطبق كله، فالعيال بقى مسمينها النكاح، ما بيحبوهاش اصلا. شايفين الجمال؟ انا هسيبها بقى ترجع تاني، تفضل تتسبك وتبقبق وتديني بقى الصلصه اللي انتوا عارفينها. خلاص انا هسيبها لما تخلص خالص وارجع لحضراتكم تكون هي اتسبكت، ونعبي مع بعض الطماطم اللي احنا عاملينها بتاع المحشي والتسبيكه التانيه. خلاص حبايبي انتظروني. بصوا حبايبي اهي، ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين جمالها اهي؟ اول ما توصل معاكي للقوام ده كده خدي بالك لازم توطي بقى جدا عليها، وطي خالص خالص اهي. انا موطيه شمعه كاني بدمس فول علشان تبقى ايه ما تلسعش منك. شايفه القاع اللهم بارك زي الفل اهو، علشان لو لزقت منك وهتسودي وتتحرق والكلام ده كله. هنعرفها ان هي استوت ازاي، هقول لك دلوقتي. بصي هتيجي عامله كده خط، الخط ده كده لو رجع زي ما انت شايفه كده معايا هتعرفي ان هي لسه كده ما استوتش. لو ما رجعش وفضل سايب بعضه كده بعيد عن بعضه كده هتعرفي ان كده 100 فل و10. واخيرا خلصنا الحمد لله. دي احسن لحظه بالنسبه لي بعد ما اخلص كل الحاجات اللي انا كنت بشتغل فيها طول الوقت. بتاخد وقت طبعا، بتاخد وقت طويل، بستنى الحاجه تبرد عشان اقدمها قدام حضراتكم. لو مش هقدمها ولا بصور كنت هخلص على طول بعد ما اخلص الحاجات دي كلها، كنت كيست على طول بعد ما تبرد احطها في الفريزر وفي التلاجة. خلاص بما ان احنا بقى بنصور فلازم اسيب الحاجه تبرد خالص واسيبها قدام حضراتكم عشان طبعا المصداقيه وكل حاجه بحلتها. انا ما عنديش اي حاجه من اي مكان، يعني كنت قادره احط كل واحده من دول في طبق كده قدامكم عشان الشكل والكلام ده، لا المصداقيه بتحتم عليا ان انا اخلي كل حاجه قدام حضراتكم زي ما هي. ده الشويه اللي خدت، يعني انا قسمت الصلصه بتاع المحشي جزئين، جزء عملت منه الفلفل والبتنجان، والجزء التاني هعمل منه ده يوم تاني، بس انا هحطه دلوقتي في كيس لوحده بارد خالص. بسم الله ما شاء الله كل حاجه بارده جدا جدا فوق ما تتخيلوا. انا معلناهم من بدري جدا وسبتهم بردوا طبعا بعد ما قعدنا اتغدينا، وقلت بقى اقوم بقى على كده ابدا اكيس بقى. خلاص تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم. دول هيتحطوا كلهم في كيس واحد، اللي هم مين؟ اللي هم دول الشويه دول. تعالوا بس نعبيهم واحده واحده كده عشان ما يتكبوش مننا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي، حطوا احلى لايك من ايديكم وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم لو استفدتوا باي حاجه صغيره من اي فيديو انا بنزله. انا والله اقسم بالله مش عشان المشاهدات واي الكلام ده كله، لا انا والله بعمل كل حاجه بما يرضي الله. انا بعمل بما يرضي الله اقسم بالله، عشان خاطر لما ربنا يرزقني ويجي لي اي قرش من القناه دي يبقى قرش حلال، والاقي حد يدعي لي دعوه حلوه من قلبي، مش يدعوا عليا لا. انا عايزه الناس اي حد يعمل حاجه حلوه من ورايا يدعي لي دعوه حلوه وتنجح معاه ان شاء الله. او واحده بتحوش او واحده بتدبر وتوفر في بيتها تدعي لام يوسف دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل حبايبي. انا هنزل بقى كله كده النبي عربي بقى يلا على طول ان شاء الله مفيش حاجه هتقع. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي كده قلبك جامد وسامي بالرحمن وخش على طول في الحاجه اللي انت بتعمليها وان شاء الله ربنا بييسر كل الامور. اهي شايفه دي هتعمل لي حله محشي معتبره زي ما شفتوا النهارده معايا. الحله اللهم بارك كانت ما شاء الله عليها.
بس طبعا الف هنا وشوف على قلب ولادي. بعد ما خلصنا طبعا واستوت على طول حطينا وهي سخنه، كانوا عايزين ياكلوا جعانين طبعا، اخرت عشان التصوير اهو. شايفين اهو خلاص حبايبي اهو. فضي الهواء كده وطبطبي عليها كده، خليكي حنينه على الكيس، ما تفضليش تضغطي جامد علشان ايه ما تبوظش منك من كل ناحيه. يعني اضغطي كده، خلي الجزء كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده ناعم كده، وهتيجي عامله ايه، تيجي رابطه من فوق كده عقده صغننه كده من فوق، وتيجي شداها كده عشان تتعقد حلو، عشان ما يفلتش منك في الفريزر ويفتح. وبعد كده نبقى نعين الشنبوته الصغننه دي خلاص اهو. شايفين تبارك الرحمن، شايفين الجمال، شايفه الجمال، شايفه لون الطماطم عامل ازاي، اللهم بارك. عشان كنت حاطه طبعا فيهم فلفلتين حمر دول خلاص، ما بحطش بقى لا بابريكا اسمها ايه دي، لا انا هنا حاطه بابريكا، ما بحطش بنجر ولا اي حاجه. هنا حاطه معلقه بابريكا صغنونه او ارنقوطي، النبي عربي برضه. احنا كنا زمان ما بنقولش عليها بابريكا والكلام ده، كنا بنروح نقول للراجل عايزه بربع جنيه ارنقوطي، والله كنت رايحه اقول له هات بربع جنيه ارنقوطي. خلاص تعالوا نحط بقى هنا، نعمل دي بقى كيسين 3 على حسب ما ايه نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب نفس الكبشه القمر بتاعتنا دي، بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحاجات دي بتريح يا ولاد، والله العظيم انا في اوقات كتير جدا ببقى كسلانه اقف في المطبخ وحرانه ومش طايقه بجد، اقول يا رب هعمل اكل ايه، اقول لا ده انا عندي بقى في الفريزر، اروح اسحب من الفريزر الحاجات اللي انا عاملاها، فايه بتوفر عليا. وكمان هقول لحضراتكم كمان فكره حلوه، انا عندي ببقى عامله جنبي كده في الفريزر، مسميه الجنب ده اسمه بوكس طوارئ الفريزر. بوكس طوارئ الفريزر ان شاء الله اعمل لكم فيديو بيه الايام الجايه. دايما بخليه لاواخر الشهر، بخليه لاواخر الشهر ايه، حته فرخه كده، حته بانيها كده، حته لحمه مفرومه كده مركونه، الحاجات دي كلها بركنها بتبقى طوارئ الفريزر لايه، لاخر الشهر. هعمل لكم فيديو حلو ان شاء الله، ان شاء الله هيعجبكم الايام اللي جايه، علشان تعملي حسابك كل شهر تعملي ايه بوكس طوارئ الفريزر. تبقي ايه قاعده كده حاطه في بطنك بطيخه صيفي، اخر الشهر ما معكيش فلوس والفلوس خلصت والمرتب كله خلص ومش عارفه تعملي ايه، لا هتلاقي نفسك بقى عندك بوكس طوارئ الفريزر. كل حاجه ان شاء الله معانا هتلاقيها بامرك انت يا رب، وكل حاجه هتعجبك. هننزل بقى كل ده كده اهو، ونحط ده كده في كيس عشان نعمل بالشويه الكتار الحلوين دول، هعمل بيهم حله باميه معتبره ناكل منها يومين. بسم الله الرحمن الرحيم. هفضيهم بقى وارجع لكم لحسن ده، انا حاسه ان الفيديو بقى طويل وعبيط وهبل والناس هتزعل من طول الفيديو ده. يلا الحمد لله نشوف بس كده اهو. تعالوا بقى نعبي الصلصه اهي. شايفين الصلصه بتاعتنا جميله ازاي؟ شوفي بصي اهو، بيجرالهاش اي حاجه، يا شايفه ما بتقعش، انا برفع فين انتوا مش شايفين اهي، شايفين ما بتقعش خالص اهي، عشان دي دليل ان هي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ناجحه 100%. بس انا نسندها بايه، نجيب دي كده نسندها بيها. خلينا حاطينها كده تدوخينا ليه، برطمان حلو كده مغسول ومتنشف كويس ومتعقم حلو، وتيجي حاطه فيه حاجتك كده. استنى انا هجيب الفوطه احسن احطها تحت الحله بنت اللذينه دي، عشان انا عايزه اقلبها عشان اعرف احط الحاجات اللي جوه الصلصه يعني اللي جوه. هجيب بس الفوطه كده واطبقها عشان ترفع كده رقبتها شويه لفوق، عشان انا مش عارفه انت رقبتك محنيه ليه اهو. بس كده نزلي بقى، شايفه الصلصه الله اكبر عليها وعلى جمالها، شايفه الجمال. استنوا مش واضح معاكم، استنوا نلف لكم الناحيه التانيه عشان تشوفوا اكتر. تعالي نعمل المعلقه اللي مدوخاني دي اهي، عيني كده. نجيبها بقى لما نيجي ننضف الحله خالص وناخد منها الصلصه الحلوه دي الباقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لياليك محلاها يا رمضان ومحلاها يا رمضان. شايفه الجمال، شايفه الصلصه القمر، شايفه دي صلصه دي ولا مش صلصه يا حبايبي؟ شايفين الجمال؟ ما حطيناش فيها اي لون ولا اي حاجه، والله العظيم طماطم على ابوها زي ما شفتوا معايا في الفيديو. اهي نزلي كده كله اهو. بسم الله. كله كده. كل سنه وانتم طيبين، اعملوا الحاجات دي هتوفر عليكي كتير
طول السنه، مش لازم رمضان بس، طول السنه. وبالذات لما الطماطم ترخص، بنت اللذينه اللي كانت مدوخانه الشهور اللي فاتت كانت مدوخانه فعلا بالغلا بتاعها. اهو الطماطم بدات ترخص، كل ما تنزلي هاتيلك 2 كيلو واجي عاملاهم. خلاص انا هقفل الكاميرا اكمل بقى الحله بنت اللذينه دي اللي مدوخاني وارجع اوريها لكم بعد ما املى البرطمان خالص. خلصت اهو، شايفين عبيته كله ما شاء الله، ومسحت بقى اللي نزل منه هنا وخليته زي الفل زي ما حضراتكم شايفينه كده. شايفين اعمل بقى كده عشان ايه؟ لازم ينزل خالص، ما يبقاش فيه اي حاجه، لو في اي فقاعات كده تطلع زي ما حضراتكم شايفين. شايفين الفقاعات اللي طالعه دي اهي، تعملي كده بس حطيها على فوطه علشان ما ايه البرطمان بتاعك ما يتكسرش. خلاص اهو. تعملي ايه بعد كده؟ هتجيبي بقى الغطا بتاعك وتيجي قافلاه حلو كده اهو. بتحطيه فين؟ بتحطيه في باب التلاجة، مش بيجراله اي حاجه، بس كل ما تيجي تستخدمي منه بمعلقه نظيفه، وبعد ما تستخدمي منه هتحطي على وشه زيت وتقلبيه كده. خلاص عشان ما يعفنش منك ويخش له هوا. لو عامله كميه كبيره بقى تعملي فيها ايه؟ على الفريزر على طول زي ما انا عامله. الكميه الكبيره اللي انا وريتها النهارده لحضراتكم وانا بعمل تغذيه المحشي دي حطاها في الفريزر، وقت ما باخد ما بحتاج بخش كده امسك العلبه اخد منها المعلقه والمعلقتين اللي انا عايزاهم واعمل بيهم. خلاص حبايبي شايفين الجمال؟ اللهم بارك. شوفي البرطمان دوت بره يعمل له قد ايه. كفايه يا ستي نظافته، كفايه ان انت عامله حاجتك بايدك في البيت وعارفه ايه مكوناتها وانت حاطه فيها ايه والكلام ده كله. خلاص تعالوا اوريكم بقى ايه حصيله اليوم النهارده. الحاجات مش كتيره، بس النهارده اليوم كان مليان. طبعا عملت الاكل وعملت المحشي دوت اللي هو المحشي للولاد وكده، وعملت كمان الصلصه دي والصلصه دي. احفظي بقى الفيديو ده عندك لرمضان، اعمليه قبل رمضان بشويه، قبل رمضان كده بيومين 3 ما شاء الله كده هيرمي معاكي. ما تعمليش بقى كيس ولا كيسين، لا الطماطم ساعات قبل رمضان كده ان شاء الله تكون رخيصه. هتيجي بقى كده 5 كيلو طماطم، اعملي شويه من غير استنى اجمع الكلام اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. اعملي شويه للطبيخ وشويه للمحشي. خلاص رمضان يعني محشي. رمضان كمان الجو بيبقى حر او برد. بصوا الصيام بقى ايا كان بقى حر او برد صيف او شتاء يعني، الصيام فيه الطبيخ بيبقى تقيل شويه، فبيبقى اغلب الاكل في رمضان بيبقى محاشي، سمبوسه، مكرونه بشاميل، بانيهات، الحاجات دي طواجن. بصي طواجن قليل قوي بس الاول 10 ايام. فالحاجات دي اعمليها تنفعك برده مفيش مشكله. حتى لو مش تعمليها في رمضان يا ستي، داخل علينا الايام اللي جايه، فكري كده داخل عليكي مدارس برده، اشيلي لك شويه حاجات كده قبل دخلة الدراسه، وجع القلب تاني بتاع العيال والمصاريف، وهاتي يا بابا للدروس وهاتي يا ماما للملازم والكلام ده كله. خلاص ربنا يحفظ اولادكم واولادنا يا رب، اللهم امين. ما تنسوش تحطوا لنا احلى لايك من ايديكم، وتصلوا على سيدنا النبي في الكومنتات. دعوه حلوه من قلبك، ولكم بالمثل حبايبي. كل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه.